السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. والناس اللي كيشوفوا لا فيديو كيديروا لي جيم، شكرا بزاف. عافاكم ما تبخلوش عليا فاش تشوفوا الفيديو ديريكتومون قبل ما تفرجوا ديروا جيم، راكم كتشجعوني وتدعموني. واللي مازال ما دارش ليا اشتراك، مرحبا والف مرحبا، يدير ليا اشتراك ويتابع القناه ديالي ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنصايب لكم واحد لي بات بمذاق الرفيسه، يعني كتجي رائعه في المذاق ديال هذا البرد هذا. هي ممكن تصايبوها بالدجاج، ممكن تصايبوها بوحدها، غير انا بغيت ندير فيها الدجاج هكا، نبننها شويه، ما هي راه كتجي حتى بلا دجاج. المهم وحنا في هاد لي بات هادو ندير انا هاد الصغار اللي كيكونوا على شكل بابوشه صغيورين، هادوك زوينين وكيطيبوا ما كيتحلوش، تيبقاو مجموعين، يعني هما اللي كيعجبوني، هما اللي كندير اكثريه، هما اللي كندير، حيت كيف ما كتعرفوا الاخرين الا طابوا شويه كيتحلوا. حنا في حاجتنا لاي نوع ديال لي بات بغيتو كما كان. المهم كناخذوا الكميه على حسب الاشخاص اللي كاينين. ممكن ناخذوا لي بات كما قلت لكم هكا، وكناخذوا الدجاج كما قلت، اللي عنده مثلا الموجود راه يديروا، اللي ما بغى يديرها غير هكا راه هي كتجي زوينه. انا كنصايبها في العشاء هكا زوينه، كتعجبني بزاف. المهم الدجاج عندنا كما قلنا الكميه المناسبه للاشخاص. عندنا واحد القبيطه ديال القزبر ومعدنوس، عندنا واحد البصله هنايا تكون مشنفه، مقطعه مشنفه طويله، هذه باش نلخر في الاخر عاد نلوحوها في الاخر. واحد جوج مزيودات ديال الحار. عندنا واحد الكميه مثلا اللي غنصبوا بها زيت البلديه. عندنا هنا معلقه كبيره ديال السمن والثومه. عندنا واحد 6 الفصوص ديال الثومه صاينين، غنلوحوهم صاينين. عندنا المساخن، نديروا معلقه ديال المساخن، معلقه كبيره المساخن. عندنا الملح حسب الذوق. وعندنا الحلبه. هنا الحلبه اختياريه، يا ديريها يا ما ديريهاش، وانا كنفضل انه باش تعطينا داك لوغو ديال الرفيسه، وراكم عارفين يعني الحلبه راه صحيه ومهمه، هي والمساخن ضروريين في هذه الوصفه. هنا خديت الفول وغسلته، هنايا راه غسلته. عندي هنا واحد الكميه كذلك ديال العدس، هو غسلته ورقدته باش يطيب لي دغيا. عندي واحد البصيله مشيلضه هكا باش غنصب الدجاج ديالنا. وهذيك البصله وهذيك المزيودات والربيع والقزبر والمعدنوس كنخليهم حتى الاخير. كيف ما كتعرفوا هاد الدجاج هذا الغليظ كيبغي يطيب هو الاول، عاد نديروا لي بات. المهم بقاو معايا. هنايا يا ربي نسيت العطريه. عندنا الخرق ومعرق، عندنا سكينجبير، وعندنا الابزار. هادو هما المكونات اللي عندنا، هادشي اللي غتحتاجوا. المهم بقاو معايا، انا نبداو في الطريقه ان شاء الله. هنا غناخذوا الكوكوط ديالنا مثلا اللي غنطيبوا فيها، غنحطوا فيها هاد الدجاج هذا، الكميه ديال الدجاج كما قلت لكم راه ممكن ديروه ممكن لا، اللي بغيتو. هو بالدجاج كيبننها شويه، ما كانش الدجاج راه كتجي زوينه ابا، كنصايبتها بلا دجاج كتجي زوينه. غنحطوا هنا واحد البصيله اللي قلنا مشلضه غنصبوا بها. غنديروا واحد نص معلقه كبيره، نص المعلقه كبيره ديال سكينجبير، نص كبيره. غنديروا واحد نص معلقه كبيره ديال الخرقوم عرق. كذلك نص معلقه كبيره ديال الابزار. هنا غناخذوا نصف الكميه ديال السمن، غنديروها دابا في النصيب، والنص الاخر غنخليوه حتى الاخير. غناخذوا نص، مثلا درنا معلقه كبيره غناخذوا نصها غنديروه دابا، والنص نخليوه بلاتي شويه حتى يطيب لينا الدجاج ونبغيو نرميو لي بات ديالنا. هنا غناخذوا كذلك غناخذوا نص الكميه ديال المساخن، حتى هي غناخذوا نصها ونصها نخليوه حتى الاخير. والملحه كنبغي نديرها بايدي باش نعبر القياس اللي انا كندير، ملحه حسب الذوق.
وهنا غناخد واحد، هنا عندي 2 معالق ديال الحلبه. الصراحه حنا في الدار كتعجبنا الحلبه، يعني كنطيبوا بها، كتعطي واحد المذاق زوين اون بليس راه صحيه في هذا البرد هذا. غنديرها كامله. هنا غنديروا هذاك، غنصبوا بالزيت البلديه، ممكن تنصبوا حتى بالزيت العادي، راه كيجي زوين. اللي عنده البلديه زايده راه غير ينصب بها ولا يخلط ما بين هكا وهكا. وهاد الفصوص الثومه غنلوحوهم هكاك صاينين على هاد الشكل هذا. صافي دابا غنحطوها فوق البوطه باش تقلى لينا. هنا درناها فوق البوطه، حطيناها باش تقلى لينا. نرخفوا عليها البوطه وتقلى على مهل. كيف ما كتشوفوا هنا راها تقلات وقلبتها عاود تقلبت الدجاج من الجهه الاخرى. هنا راه تقلات لينا، يعني كتعرفوا السر ديال البنه ديال الطياب هو في القليان. يعني خاصكم تقليو الماكله، ماشي تخويو الماء نيشان، ضروري يبقى يتقلى مزيان باش يجي بنين. هذا هو السر ديال الطياب. هنا درت الماء طايب، الماء سخون، الماء بارد كيسخن باش نمرق به. غنمرق به الدجاج ديالنا حتى يطيب نص طيبه، وغنرجع معاكم ان شاء الله. هنايا راني مرقت على الدجاج باش يطيب، حيت كيف ما قلت لكم عندي هذاك مارادونا ما كيطيبش دغيا. المهم هنايا ها هو طاب لي الدجاج، ماشي طاب زعما كامل، ولكن المهم دخل لي الطياب. غادي نحط، غادي نرمي معاه هاد العدس. يعني فاش يطيب لكم الدجاج، لا كان رومي راه غديروا كلشي مره واحده، كان الدجاج البلدي ولا الكروازي ولا هذا راه كياخذ شويه الطياب. كتحاولوا انكم كما قلت لكم. هنا درنا العدس ودرنا هذاك الفول. هنا راحيت غسلته، بقى ملكد لي غسلته. درت العدس والفول هنايا. نزيدوا عليه لي بات ديالنا بعد ما غسلناهم حتى هما، اي لي بات بغيتو. وهنا غنزيد هاد البصيله المشنفه هكا كما قلت لكم. غنزيدوا هاد السمن هذا السمن، الكميه اللي بقات لينا الاولى، والكميه ديال المساخن حتى هيايا ديك نص معلقه الاخرى اللي بقات حتى هي غنرميوها. وغنرميو معاهم هاد القزبر ومعدنوس هكا في القنت ديال وشوي هاد 2 مزيودات تما ديال الحار، وهاد البصله هكا. يعني غنرميوهم هكا مع في الكوكوط. وغنزيدوا شويه الماء، حيت هنايا راه الماء قليل، الماء شويه قليل، خاصنا نزيدوا شويه الماء طايب. وغنسد عليها ونرجع لكم بعد ما طيب ان شاء الله. هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما طابت راها كتجي رائعه كيف ما شفتوا، فنه وفيها فاش غتذوقيها رفيسه يعني، وطريقه سهله ودغيا كتوجد. وكيف ما قلت لكم تقدروا تصايبوها بالدجاج او بلا دجاج، راها كتجي زوينه بزاف في هذا البرد. راها كما كتعرفوا راه زوينه في هذا البرد هذا. وكنتمنىكم ان شاء الله تجربوها.